بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، تم بمدينة شفشاون تسليم 4 وحدات طبية متنقلة وحافلتين للنقل المدرسي وشاحنة صهريجية لعدد من الجماعات القروية بإقليم شفشاون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد تطلبت العملية غلاف مالي إجمالي قدره 4 ملايين درهم. تم على صعيد إقليم شفشاون تسليم مفاتيح 4 وحدات طبية متنقلة بكل من جماعات بني أحمد الشرقية، باب برد، بني بوزرة وبني دركون. هذه الوحدات الطبية المتنقلة جاءوا في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي لتعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. وأيضا تم تسليم مفاتيح شاحنتين للنقل، سيارتين للنقل المدرسي وشاحنة صهريجية، وذلك في إطار دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي. هذا المشروع يسعى بشكل خاص إلى الحد من الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتيات القرويات، كما أن العملية تهدف إلى المساهمة في تسريع تحقيق أهداف تعميم وتحسين جودة التعليم والرفع من عدد عربة النقل المدرسي التي تمكن من ضمان حقوق تلاميذ المناطق القروية في الوصول بشكل منتظم إلى الفصول الدراسية.